مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء أستهلها بالعناوين. رئيس أفورقي يعرب عن تمنياته الطيبة للمنتخب الوطني. أنشطة واسعة للتشجير وإصلاح مساقط المياه. ارتياح لتوفير جرارات الحراثة في حقات. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات لارتباطها بالصين وروسيا وإيران. مقاتلتان ترافقان طائرتي استطلاع أمريكيتين في البحر الأسود. وسيدني تستعد لعزل عام مطول وسط انتشار فيروس كورونا. السلام عليكم ورحمة الله. أعرب الرئيس أفورقي لدى استقباله صباح اليوم في عدهالو المنتخب الإريتري المشارك في أولمبياد طوكيو التي ستنظم من 23 من يوليو حتى 8 من أغسطس القادم، أعرب عن تمنياته الطيبة. وقال الرئيس إن إريتريا وبالنظر للاستعدادات التي أجريت لها مشاركة جيدة، ودعا لمشاركة أكبر مستقبلا لاعتبار أن المسابقات الأولمبية تعكس تشكيلة الوطن. وذكر بحث سبل رفع المنافسة الإريترية كما ونوعا مستقبلا بعد انتهاء الأولمبياد، وبغض النظر عن نتائج المنتخب الأولمبي سيكون له جوائز تشجيعية. من جانبه أوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي أن إريتريا وبخلاف المسابقات السابقة تشارك هذه السنة في 3 مسابقات، وإن زيادة عدد الإناث تميز إضافي. وقال إن تشجيع الرئيس أفورقي للرياضيين يعتبر قوة دافعة لنتائجهم. وفاد رئيس اللجنة الأولمبية الإريترية السيد لؤول في السهية إن المشاركة الإريترية في الأولمبياد رغم تحديات وتعقيدات وباء كورونا جاءت بالدعم الحكومي. أوضح مدرب المنتخب الإريتري للدراجات الهوائية السيد سامسون سلامون والعداء نازريت ولدو ومتسابق الدراجات مرهاوي قدوس إن التشجيع الذي حصلوا عليه من الرئيس أفورقي ممثلا للشعب والحكومة يحملهم مسؤولية أكبر لتحقيق نتائج مميزة. وتشارك إريتريا في أولمبياد طوكيو 2020 في سباقات ألعاب القوى والدراجات والسباحة ب13 رياضيا بينهم 5 إناث. أعلنت سلطة الغابات والحياة البرية إن أنشطة واسعة تنتظم البلاد من الأسبوع الرابع لشهر يونيو الماضي للتشجير وإصلاح مساقط المياه. وضحت تجهيز أدوات العمل والشتول في جميع الأقاليم بمشاركة كافة مؤسسات الحكومة والجبهة والإدارات الشعبية وقوات الدفاع والشركات والاتحادات الوطنية وجمعيات النضال وحملة الطلاب التنموية. وقال ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أبراهام تخلو إن 9 مشاتل في الإقليم أعدت أكثر من 1,000,000 شتلة ل29 نوعا من الأشجار. وذكر إن الحملة الجارية في 13 مديرية في مدينة أسمرة ومديرية السلجقة وبريخ وقال نفحي تشمل بناء وصيانة المدرجات وإعداد الحفر للتشجير والتشجير وتنفيذ أو تنفذ بالعمل ل3 أيام في الأسبوع. وأفاد المشاركون في الحملة تنفيذ أعمال مرضية منادين للقيام بالمتابعة اللازمة حتى نمو الشتول. وكانت سلطة الغابات والحياة البرية قد دعت لجعل التشجير وإصلاح مساقط المياه واجب وطني وعدم تركه للمبادرات باعتباره مهام وطنية لا بديل لها. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 12 من يوليو في مراكز العزل في أسمرة وأقاليم جنوب البحر الأحمر والأوسط والجنوبي أظهرت 20 مواطنا بإصابة 20 مواطنا بفيروس كورونا.
وظهرت 11 من الإصابات في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر، و7 في أسمرة بالإقليم الأوسط، وإصابتان في الإقليم الجنوبي، واحدة في عرزة وواحدة في صنعافة. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6304، شفي منهم 5848، وتوفي 29، فيما لا يزال 433 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 12 من يوليو 2021. أعرب مزارعو مديرية حقات عن ارتياحهم لتوفير جرارات الحراثة الحكومية بأسعار مناسبة. وأفاد المزارعون أن الجرارات 20 التي قدمتها الحكومة تعمل في الحراسة منذ 8 من يوليو لهطول أمطار جيدة منذ 6 من يوليو. وذكر دفع 150 نقفة في الساعة لهذه الجرارات، في الوقت الذي تطلب فيه الجرارات الخاصة مبلغ 800 إلى 900 نقفة في الساعة الواحدة. أوضح مكتب وزارة الزراعة في مديرية حقات وجود برنامج لزراعة الدخن والذرة والفول والبقوليات في الأراضي الزراعية البالغة حوالي 18 ألف هكتار في المديرية. أوضح مكتب التعليم في مديرية أمن حيلي في التقييم الذي أجراه في 9 من يوليو الدور الكبير الذي قام به المعلمون والمدراء لتنشيط التعليم الذي توقف لمكافحة وباء كورونا. وقال مسؤول المكتب الأستاذ مريح كيروس إن الوضع خلق حالة غير طبيعية لدى الطلاب والمعلمين، وقد اتخذت الإجراءات الجادة بالتعاون مع الشعب والمؤسسات الشريكة لإعادة الوضع لسابق عهده، وتحققت نتائج مرضية في نتائج الطلاب. وذكر المشرفون التربويون أن الوضع شكل تحديا تم تجاوزه بتعاون مدراء المدارس والمعلمين ومساهمات مقدرة من الشعب. وأوصى الاجتماع لدراسة جيدة للتعرف على أسباب مقاطعة الطلاب للتعليم وإيجاد الحلول لها، والعمل لوضع حد لزواج القاصرات غير القانوني وتوصيات أخرى. وأوضح مدير مديرية أمن حيلي بالإنابة السيد ترحاس فقادو أن إدارة المديرية ستعمل بالتعاون مع إدارات الضواحي لتخفيف المصاعب التعليمية وتشجيع المبادرات المجتمعية. بحث الإريتريون في الكويت في سمينار عقدوه يوم 9 من يوليو راهن الأوضاع في البلاد ومشاركتهم في التنمية الوطنية. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في الكويت السيد حمد يحيى حالي إن البرامج المنفذة لتحقيق العدالة الاجتماعية تحقق نتائج مرضية، داعيا لتعزيز مساهمة المواطنين للدفع بالبرامج الجارية بالاعتماد على الذات. وأشاد السيد حمد يحيى حالي بمساهمة الإريتريين في الكويت في الفترة السابقة، موصيا لتقوية التنظيم والتأطير لإنجاز المهام المرحلية. تلقى 285 شابا دورة تدريبية مهنية ل6 أشهر نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالتعاون مع الكونفدرالية الوطنية للعمال والاتحاد الوطني للمرأة. وتضمن التدريب صيانة الكمبيوتر وتقنية المعلومات والتصوير المتحرك والثابت والمونتاج والجرافيك وتوثيق برامج التلفزيون وكتابة المقالات وأوليات الصحافة. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد صالح أحمد دين في مراسم التخريج في 10 من يوليو عن ثقته في إسهام المتدربين بدور فعال في مؤسساتهم، مشيدا بالجهات المنظمة والمنسقة والمساهمة في الدورة التدريبية. وقدمت جوائز وشهادات للمتدربين. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض عقوبات على 34 شركة وكيانا على خلفية ارتباطها بالجيش الصيني وسياسات الصين ولتسهيلها تصدير سلع إلى روسيا وإيران.
وفرضت العقوبات على تلك الشركات والكيانات لضلوعها أو لخطر ضلوعها في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وفق بيان لوزارة التجارة. 14 من تلك الشركات مقارها في الصين ومنخرطة في سياساتها تجاه الإيغور وأقليات إثنية أخرى في منطقة شينجيانغ بشمال غربي الصين، حيث أكد البيان أن بكين تواصل ارتكاب مجازر وجرائم ضد الإنسانية. وخمس شركات أخرى ضالعة في مساعدة الجيش الصيني على حيازة تكنولوجيا من بينها الليزر لتحديث قواته. وفرضت عقوبات على 8 كيانات لتصديرها تكنولوجيا إلى إيران بحسب وزارة التجارة، وعلى 7 كيانات أخرى لعلاقتها بالجيش الروسي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين رافقت طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود. وقالت الوزارة في بيان لها أن أجهزة الرادار التابعة لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية رصدت هدفين جويين فوق البحر الأسود يقتربان من الحدود الروسية. وأوضحت أن مقاتلتين من طرازي سو 30 SM وسو 27 تم إرسالهما إلى المنطقة من أجل التعرف على الهدفين المذكورين ومنع حدوث انتهاك للحدود الوطنية الروسية. وأشارت إلى أن الطيارين الروس عرفوا على أنهما طائرتا استطلاع من طرازي AB-3 ARS و CL-600 تشالنجر تابعتان للقوات الجوية الأمريكية، مضيفة أن المقاتلتين الروسيتين رافقتاهما فوق مياه المحيط الأسود. تستعد سيدني أكبر مدن أستراليا لعزل عام مطول بسبب كوفيد-19 مع تحذير المسؤولين من احتمال تجاوز الإصابات اليومية الجديدة حاجز 100 وسط تفشٍ سريع لسلالة دلتا من فيروس كورونا. وتتزايد الإصابات الجديدة يوميا على الرغم من دخول المدينة التي يقطنها خمس سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة في عزل عام منذ أكثر من أسبوعين. وأشارت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجكليان إلى توقع تمديد العزل العام إلى ما بعد تاريخ الانتهاء المقرر في 16 من يوليو، محذرة من أن الوضع سيزداد سوءا قبل أن يتحسن. ونجحت أستراليا في السابق في وقف التفشي المتفرق للإصابات من خلال عمليات العزل العام المبكر والتعقب السريع للمخالطين للمصابين وفرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي. وسجلت أستراليا في المجمل نحو 31,200 إصابة و911 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، محققة أداء أفضل من العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى في التصدي لجائحة كورونا. أدت موجة شديدة الحرارة بالغرب الأمريكي لارتفاع درجات الحرارة نحو معدلات قياسية، مع تسجيل منطقة وادي الموت في ولاية كاليفورنيا درجة حرارة بلغت 54 درجة مئوية لتصبح أحد أكثر المناطق حرارة على كوكب الأرض. وسجلت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هذه الدرجة، والتي إذا تم التحقق منها ستكون واحدة من أعلى المعدلات المسجلة على الأرض على الإطلاق. وتسببت الحرارة الشديدة التي امتدت عبر معظم المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادئ في الضغط على شبكات الكهرباء وتأجيج حرائق الغابات الرئيسية، بما في ذلك حريق في جنوب ولاية أوريغون شكل تهديدا للمنازل وأدى إلى قطع الكهرباء. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء المنطقة، وحذرت السكان من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تمثل خطرا على صحتهم، لا سيما الأطفال الصغار وكبار السن. ختاما سيداتي وسادتي، لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. الرئيس سياس أفورقي يعرب عن تمنياته الطيبة للمنتخب الأولمبي.
أنشطة واسعة للتشجير وإصلاح مساقط المياه. ارتياح لتوفير جرارات الحراثة في حقات. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات لارتباطها بالصين وروسيا وإيران. مقاتلتان ترافقان طائرتي استطلاع أمريكيتين في البحر الأسود. وسيدني تستعد لعزل عام مطول وسط انتشار فيروس كورونا. بذلك انتهت نشرة أخبار هذا المساء. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.